رمضان خلاص على الأبواب، عشان كده في الفيديو ده جايبه لكم 6 حاجات عاوزين ناخد بالنا منهم في رمضان. أول حاجة، لو حد ضايقك امسك نفسك وقول له اللهم إني صائم. تاني حاجة، رمضان مش بس من الفجر للمغرب، ده رمضان 30 يوم ليل ونهار، فلو حضرتك بتصوم عن الأكل والشرب بالنهار فالمفروض برضو تحترم نفسك مع ربنا ليل ونهار، وتبتدي تعامل الناس كويس، يعني مفيش كذب، مفيش رشوة، مفيش غيبة ونميمة، مفيش حقد ولا غل ولا نفسنا. عاوزين نتغير بقى بجد. تالت حاجة، للصائم دعوة لا ترد. جهز بقى كده شوية دعوات، ومش لازم تزنق نفسك قبل الفطار وتدعي، عندك يا سيدي طول اليوم ادعي براحتك. رابع حاجة، الوقت في رمضان طويل، أصل احنا بنضيع وقت كتير قوي في الأكل والشرب، عشان كده عاوزين نستغل الوقت ده في ان احنا نسبح، في ان احنا نقرا قرآن. ويا سلام بقى لو قراءة القرآن دي بتدبر، هنطلع بعد رمضان ان شاء الله حاجة تانية خالص. خمس حاجة بقى، وهي اوعى تضيع يوم من غير ما تطلع صدقة، حتى لو جنيه في اليوم. وافتكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. سادس حاجة بقى والأخيرة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله عند كل فطر عتقاء، وذلك في كل ليلة. فحضرتك كده بقى ادعي من كل قلبك إنك تكون من عتقاء ربنا من النار في اليوم ده. وبس كده، وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.